ظاهريا احنا فاكرين ان ذكرياتنا زي فيديو محفوظ في المخ، لكن الحقيقه ان هي اشبه بقصه بنكتبها من اول وجديد، وفي كل مره بنقعد نفتكرها ونفكر فيها بنديها في تفسيرات مش شرط اصلا تكون صحيحه، ومع كل مره التفاصيل دي ممكن تتغير تتحذف او حتى نضيف لها حاجات ما حصلتش اصلا، وده معناه ان الذاكره البشريه مش ارشيف دقيق، دي اداه مرنه وفي بعض الحالات بتبقى مخادعه جدا. طبعا انت بتسال دلوقتي سؤال مهم، الذاكرة ضعيفة قوي كده، ازاي الحضارات القديمة كانت بتحافظ على تاريخها بدون ما تتحرف؟ احب اقول لك ان ده سؤال جميل بالرغم مش ان انت اللي سأله. الحقيقة ان معظم الحضارات القديمة كانت بتعتمد على حاجتين، الذاكرة الجماعية والحكي الشفهي. يعني كبير القبيلة او الجد كان يجمع الاحفاد ويقعدهم قدامه ويحكي لهم قصص الابطال والمعارك اللي خاضها في حياته. تخيل نفسك مولود في قبيلة افريقية من كام الف سنة، لا في كاميرات ولا فيسبوك ولا حتى ورقة وقلم، كل اللي عندهم هو صوت الجد. الراجل ده هو جوجل بتاع القبيلة، ويوم ما بيموت تاريخ القبيله كله بيموت معاه. يكلمك عن المحارب مانجو العظيم اللي ضرب 40 اسد بايده اليمين، وايده الشمال كان بيشرب بقى جوز الهند بشفاطه من خشب العاج. وطبعا كل جيل بيضيف شويه بهارات للقصه. بعد كام جيل تيجي تبص تلاقي المحارب مانجو بقى بيطير ويضرب الاسود وهو في الجو، وكمان ممكن يبقى بتحاول تنين بالليل. نفس الحكايه في الحضاره الاغريقيه، حمله الالياذه والاوديسا اللي كتبها هوميروس قبل ما تتكتب كانت بتتقال من جيل لجيل، كل شاعر يضيف سطر ويشيل سطر، وممكن يغير ترتيب الاحداث عادي جدا حسب مزاجه او حسب مين بياكله اكتر. ولك ان تتخيل ان ممكن حقبه من التاريخ تتمحى بسبب فخده مندي، والنتيجه ان احداث كتير جدا بقت اساطير مارفل تتكسف تعملها.